الحرب للأسف لم تكن مع إسرائيل فقط. الحرب أبدا لم تكن مع إسرائيل اللي عملت غزة هدنة معاه. الحرب ليست مع أمريكا أو الغرب اللي دعموا الكيان طوال الحرب. الحرب الأكبر مع كل أسف مع الأنظمة العربية التي لا تستطيع أن تكتم غيظها من هزيمة الكيان. الكل الآن في الأنظمة العربية مش عاجبهم اللي حصل. قلناها من أول الحرب، دعم زعمائنا إسرائيل للقضاء على حكومة غزة. مش مهم اللي يموت يموت، ولتدمر غزة عن بكرة أبيها. إسرائيل خدت شيك على بياض من الدول العربية، وكانوا يطالبون أمريكا وإسرائيل بالخلاص من غزة. الآن الحكاية تظهر للعلن بوقاحة غير مسبوقة. خلينا نبدأ بما يحدث في الكيان بعد الهدنة. بالأمس قدم رئيس الأركان استقالته ومعاه قائد المنطقة الجنوبية، واستقالات تتوالى من الضباط. رئيس أركان جيش الاحتلال الحالي خرج يقول إن سبب الاستقالة هي هزيمة في غزة، وأنه يطأطئ رأسه أمام الجميع. לרגע, כי אני הוא המפקד ששלח את פקודיו לקרב שממנו לא שבו, ואל העמדות שמהן נחטפו. אני מרכין ראש לזכרם של האזרחים שלא הספקנו להציל, של עמיתינו חברי כיתות הכוננות וכוחות הביטחון, ושל חללי צה"ל, גברים ונשים, במילואים ובסדיר, שדבקו במשמרתם ולא נטשוה. הייתה לי החובה וגם הזכות כמפקד צבא ההגנה לישראל לעמוד מול הכישלון ולהפוך אותו למנוף ולא למשקולת. قائد الجيش في فيديو مصور ما فيش أي إنجاز أو أي حاجة ممكن تعوض ما فقدناه في تلك الحرب. אחריות לכישלון של צה"ל. יש לי אחריות גם להישגים. אומר מראש, הלוואי ולא היינו נדרשים להישגים אלה, ואין הישג שישיב לאחור את הכאב, הצער והאובדן העצומים שנגרמו מיום פתיחת המלחמה. حاولنا على قدر ما نستطيع تقليص الضرر، لكن الله غالب. צבא הוא ארגון למצבי משבר. הוא נבחן במניעתם וביכולת להתמודד עם מצבים קשים ומפתיעים בהתרחשותם. כשלנו במניעה ובהגנה. חיילי צה"ל, מפקדים, אנשי כוחות הביטחון, ביחד עם אזרחים רבים ואמיצים, פעלו בגבורה להקטין את הנזק, לבלום ולהדוף. יצאנו למלחמה קשה. הזירות הצטרפו בזו אחר זו. وأيضا الأصوات ما زالت تتعالى. اشمعنى رئيس الأركان استقال بسبب الفشل؟ نتنياهو كمان يجب أن يستقيل وفوق. ليبرمان وزير الدفاع الأسبق لجيش الاحتلال هكذا صرح ضمن عاصفة تزداد قوتها داخل الكيان. بعد استقالة رئيس الأركان أدعو رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين إلى تحمل المسؤولية ومتابعته إلى الوطن. في الوقت اللي رئيس شعبة التجنيد بيعلن إنه يحتاج فورا ل10,000 جندي. المشكلة لا أحد يريد أن يذهب للتجنيد، فعشان كده هنعمل عقوبات كبيرة. نحتاج ل10,000 جندي ولا أحد يريد أن يتجند. تمت حاجة لفرض عقوبات فعالة على المتهربين من الخدمة العسكرية على رأسهم الحراديم اللي ما عرفتوش تاخدوا معاهم لا حق ولا باطل. نتنياهو أخبرت حضراتكم بالأمس عايز يجيب ايال زمير مدير عام وزارة الدفاع اللي كان قدم استقالته بسبب الفشل في شهر 11 اللي فات ورفضها نتنياهو. عايز يجيبه المرشح الوحيد دلوقتي الذي يثق فيه نتنياهو، ده الراجل ده ايال زمير اللي استقال زي ما بقول لكم. يثق فيه نتنياهو ليصبح قائد الجيش. ده المرشح الوحيد الذي
يراه נתניהו كما يؤكد الإعلام العبري. והכותרת שאתה מביא לנו בעניין הזה הוא שם מרכזי אחד שנמצא כרגע על הפרק. כן, תראה, אמיר, נודע על האמת, אני לא חושב שאנחנו יותר מדי מפתיעים מישהו, אבל אין כאן הפעם בורסת שמות, יש שם אחד, יחיד, כרגע לפחות מפי גורם מדיני בכיר שמשוחח איתנו מיד לאחר ההתפטרות של הלוי, ואומר, אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף במילואים, הוא זה שככל הנראה ייכנס לתפקיד הרמטכ"ל. ايال زمير نتنياهو احضره في 2018 وعمل له تصعيدات كبيره وحاول ان يعينه اكتر من مره وزير الدفاع لكنه فشل. كان بيقول ان ده هو المسؤول عن اغتيال قاده النخبه داخل الانفاق. الكلام من 2018. ايال زمير يعين ايال زمير نائب الرئيس هيئه الاركان. في 2018 قال لك لما عينه قال لك ده قائد الوحدة المقصلة. هتعمل ايه المقصلة دي؟ هتخلص على افراد حكومة غزة في الانفاق وهتمنعهم من دخول المستوطنات اللي حوالين غزة. ده رأي نتنياهو فيه من 2018. واضافت في تقرير ان زمير أقام وحدة متخصصة من الخبراء بفرقة غزة اسمها المقصلة التي لا تنتظر خروج المقاتلين من الأنفاق لاختراق التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية المعادية بغلاف غزة، وهي مزودة بإمكانيات تكنولوجية متقدمة وقدرات استخباراتية ومعدات عملياتية، ونجحت حتى الآن في اكتشاف 10 أنفاق تابعة لحماس والجهاد حفر بعضها بعد انتهاء حرب غزة الأخيرة. ده 2018. اتفرج على الاصدارات اللي بتطلع من ساعه الهدنه، بقى لنا 3 ايام غزه كل يوم بتعمل 3-4 اصدارات بانجازات سابقه ضد المقصله وشبيهتها. مهم ان الحكايه عملت غضب كبير لان المستوطنين شايفينه فاشل، ووحده المقصله دي خدت فشار لما قالت يا كفا ولا ليها قيمة ومجرد كذبة، والأيام أثبتت ده. في نفس الوقت بتظهر كذبة جديدة وإنهم ما يعرفوش حاجة في غزة. إسرائيل كانت أعلنت إنها اغتالت قائد كتيبة بيت حانون حسين فياض في شهر مايو اللي فات. أعلنت رسميا إنها اغتالت قائد كتيبة بيت حانون حسين فياض، والخبر انتشر في كل وسائل الإعلام. كتيبة بيت حانون دي كانت سبب رئيس بعد الله عز وجل في إجبار الاحتلال على الصفقة قبل الأيام الأخيرة، وحكينا بإسهاب عن مصيدة بيت حانون وما حدث فيها. حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون ظهر في غزة في وضح النهار ولم يتم اغتياله كما كانت تطنطن الدعاية العبرية. بدي اقول كلام البعض يفهمه والاخر لا يفهمه، انه احنا اليوم خضنا معركه وممكن البعض اللي عندهم خسائر بيقول وين النصر ومش وين النصر. المعارك هي اهداف تحقق، واذا لم يحقق صاحب الهدف هدفه فهو مهزوم. وزي ما بقول القواعد العسكريه وغير العسكريه، القوي اذا لم ينتصر فهو مهزوم، والضعيف اذا لم يهزم فهو منتصر. بفضل الله عز وجل لم ينال إلا من الحجارة ومن بعض الأشلاء والدماء، ولكن خرجت غزة عصية على الانكسار، وكلنا رأينا بالأمس كيف تخرج غزة منتصرة كريمة رافعة رأسها إلى عنان السماء. أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا ما بنت ما هنا يا ابن الإمام. فحسين فياض اللي خرج النهارده في غزة في وضح النهار قائد كتيبة بيت حانون يظهر للمرة الألف كذب دعاية جيش الاحتلال. ايه اللي عملته بيت حانون في أواخر الأيام قبل الصفقة؟ أفكرك بالتفاصيل اللي انفردنا بيها قبل حوالي 9 أيام من الآن. منذ قليل جيش الاحتلال بيعلن عن سقوط ضابط و4 جنود، والأرقام أيضا ليست حقيقية.
الضابط والجنود سقطوا طبقا لرواية جيش الاحتلال في بيت حنون، واللي شهدت أكبر عدد من الأكمنة. اللي حصل في بيت حنون وصف بالتطور المهم، والخطة التي وضعت على نار هادئة أدت لهذا المشهد. ليه بقول لك كده؟ كان في أيام متتالية شهد غلاف غزة انطلاق صواريخ من بيت حنون. 10 أيام متتالية الصواريخ بتخرج من بيت حنون. جيش الاحتلال يعمل ايه؟ امر باخلاء بيت حنون ودخل بيت حنون. اوامر باخلاء بيت حنون ده 29 ديسمبر اهو، اطلاق 5 صواريخ من غزة نحو الغلاف. يبدو ان بيت حنون كانت المصيدة. غزة وصلت اطلاق الصواريخ من بيت حنون عشان يجبر جيش الاحتلال يدخل يفتش بيت حنون. جنود الإسرائيليين أكدوا بالفعل إنها مصيدة. كل شيء كان بيتصور هناك بكاميرات حكومة غزة، رصدت الدخول والتمركز والنومة والصحيان. بيت حنون بعد ذلك الرصد ونتيجة تلك الخطة سقط فيها في الأيام الأخيرة عشرات الجنود، ومن بقي أحياء من الجنود الإسرائيليين في صدمة حقيقية. شهادات الجنود عما حدث في بيت حنون يؤكد أن خروج الصواريخ من بيت حنون لمدة 10 أيام متتالية وعدم تغيير المكان كان مقصودا كفخ لاستدراج جيش الاحتلال. وبالفعل دخل جيش الاحتلال مصيدة بيت حنون. جنود الإسرائيليين في شهادتهم عن اللي بيحصل أكدوا على تلك الرواية والتي تحصلنا عليها من غزة، الرواية التي أصبح عنوانها الرئيسي مصيدة بيت حنون. شهادات لجنود الاحتلال من بيت حنون. قناة 12: نقاتل في بيئة مراقبة بالكاميرات من قبل المسلحين. لقد زرعوا عبوات ناسفة في كل زقاق ويفعلونها من داخل الأنفاق. بيفجروا العبوات الناسفة بعد ما يزرعوها من داخل الأنفاق. شبكتهم تحت الأرض فعالة تعمل بكل طاقتها، لا نراهم بالعين المجردة. زرعوا بيت حنون بالكامل بكمية هائلة من العبوات الناسفة ومخلفات قنابل سلاح الجو من دقن وفتل. كل زقاق، كل تقاطع مليء بأحدث الكاميرات، كاميرات حرارية تغطي 360 درجة. إنهم يرصدون الأهداف بدقة ويرصدون الحركة عبر الكاميرات، وإذا كانت هناك طائرة مسيرة لا يفعلون العبوات، أما إذا كانت هناك قوة عسكرية بيتم تفعيلها. يفعلون العبوات الناسفة، وبمجرد الإعلان عن وصول فرق الإنقاذ يخرجون لإطلاق النار على تلك القوات. ده يعني ملخص مختصر لشهادات الجنود الإسرائيليين اللي بقوا أحياء في بيت حنون. ده كان اللي حصل أو جزء عشان نكون دقيقين من اللي حصل في بيت حنون، واللي قامت بيه كتيبة بيت حنون اللي بيرأسها حسين فياض، واللي بفضل الله حي يرزق. جنرالات الكيان بيعلنوا ان سبب اقالة قائد الجيش او استقالته انه يمكن يكون نجح في اي حته غير غزة. رئيس جهاز الامن القومي السابق جيورا ايلاند هكذا قال: את זה שהרצי הלוי נכשל בהגנה והצליח בהתקפה, אבל בעיניים הצבאיות שלך, מה הכישלון הגדול ביותר שלו שהוביל בסוף ל7 באוקטובר, ומה ההצלחה הגדולה ביותר שלו בימים שאחרי? נתחיל בהצלחה. ההצלחות הכי גדולות שלו הן לא קשורות לזירה העזתית, אלא הן בלבנון, בסוריה, באיראן, במידה מסוימת גם בתימן. כמובן שפוליטיקאים לוקחים את הקרדיט על כל דבר, אבל צריך להבין שמה שצה"ל הצליח לעשות בלבנון הוא דבר שתוצאה של שנים של עבודה מודיעינית מדהימה. הרצי גם היה ראש אמ"ן חלק גדול מהתקופה. المشكلة كانت في غزة. اعتقدنا ان قوات النخبة 50-60 واحد ممكن يعملوا هجوم، لكن 3000 واحد يعملوا الهجوم ده حاجة ما جاتش في المخيلة. איפה הבעיות? יש 3 בעיות במה שקורה, או מה שקרה עם הרצי, והן כולן קשורות לעזה.
האחד, לפי דעתי, חוסר ההבנה מראש שעלולה להיות מתקפה כזאת בעזה. הקיבעון, אגב, שאמר לא רק שלא תהיה התקפה, אלא אם תהיה התקפה, היו אולי 50-60 מחבלים, למרות שיש 3,000 אנשי נוח'בה. إسرائيل فشلت في غزة ورئيس الأركان فشلوا كان ذريعا والنتيجة الحتمية الاستقالة. הקיבעון הזה, שעוד פעם, הוא לא התחיל אצל הרמטכ"ל, אבל באיזשהו מקום חסה תחת אחריותו, זה כישלון אחד. הכישלון השני שלו הוא אישי, ובמובן הזה זה יותר מהכישלון של דדו במלחמת יום הכיפורים, כי את ההחלטה הגורלית, או היעדר החלטה גורלית בלילה בין 6 ל-7 לאוקטובר, הוא זה שקיבל, וזה לא עניין שמישהו שמתחתיו טעה. והדבר השלישי, וזה מבחינתי דבר מאוד חמור, רמטכ"ל הוא לא דרג צבאי של קבלן עבודה, לכו תעשו את העבודה, מישהו אחר אחראי על הרמה האסטרטגית או הרמה המדינית. ואני חושב שישראל כשלה במלחמה בעזה, כתוצאה מאסטרטגיה שגויה, שנכון שהוביל אותה הדרג המדיני, אבל הרמטכ"ל היה שותף בה. كان لازم نجد بديل في غزة، كان لازم نطيح بالسلطة هناك، لكننا فشلنا ورئيس الأركان فشل في كده. مين اللي بيقول؟ رئيس الأمن القومي السابق. שהיא מתחמקת משלושת הדברים שהם היו צריכים ליצור את הלחץ על חמאס, כי הלחץ על מנהיגים דיקטטורים הוא 3 דברים. הוא קיומו של המון ממורמר ורעב בסביבתם, זה נמנע, קיומה של אלטרנטיבה שלטונית, ישראל בלמה את זה, וקיומו של, או לקיחה של טריטוריה שבעולם הערבי מאוד משמעותית. את 3 הדברים האלה ויתרנו, והרמטכ"ל, כמו חלק מהמנהיגים הפוליטיים, דבק יותר מדי, היה באמירה שהלחץ הצבאי לבד יביא את התוצאה, וצריך היה להיות ברור שזה לא כך. אז אלה 3 הדברים הפחות טובים לעומת העצמם. في الوقت اللي إسرائيل بتعترف على كل المستويات، أعتقد عملت لك أو أحضرنا لحضراتكم كمية شهادات توصف بالتاريخية بمنتهى الأريحية يعني. في الوقت اللي بتعترف إسرائيل بذلك الفشل الذريع وأنهم ما قدروش يطيحوا بحكومة غزة، بيحدث الأكثر من هذا. أقسام الشرطة عادت للعمل مرة أخرى في غزة. ده عامل غليان عند الأنظمة العربية للأسف. بقول لك أي حد دلوقتي ما كانش متابع الأحداث ويدخل يشوف هيصاب بالحول. عودة أقسام الشرطة عاملة غليان عند الأنظمة العربية العبرية. عودة أقسام الشرطة في غزة للعمل بعد أقل من 4 أيام من توقيع الهدنة. الفلسطينية وباشرت الآن بفتح جميع المراكز الشرطة في جميع مكونات القطاع، وبإمكان أي مواطن من الذهاب إلى مراكز الشرطة وتقديم الشكاوي المختصة. أما بخصوص الخارجين عن القانون سيتم العمل على ملاحقتهم ولن يفلت أحدا من العقاب. عقيد محمد عبد الناصر الزرقاء، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في جهاز الشرطة الفلسطينية قطاع غزة. شرطة غزة بتعود على العمل رغم أنه قد ارتقى منها بإذن الله 1400 شهيد. 1400 شهيد من أفراد الشرطة خلال حرب الإبادة في غزة. طبعا الشرطة بتاعت غزة غير الشرطة بتاعت اللي عايش تحت البساطير. ففشلوا في التخلص من الحكومة في غزة، وده خلى كل السواد والقيح يظهر في السويعات الفائتة من الأنظمة العبرية اللي في مرحلة جنان غير مسبوق. وزير خارجية الأردن على نفس المنوال، انت عارف مصر والأردن أكبر حماة لجيش الاحتلال، بيحافظوا على حدوده بقالهم عقود حقيقة، ولازم تعترف بنجاحهم، لازم تعترف بنجاحهم. يحصل بعض الثغرات زي محمد صلاح كده، زي حد يتسرب من الأردن، لكن محققين نجاح كبير جدا عقود طويلة. فمصر والأردن التنسيق بينهم الاثنين القصيرين الأزعة دول يعني خاربين الدنيا خيانة. هي ما تخافش الا من القصيرين دول. وزير خارجية الأردن على نفس منوال بدر لا مؤاخذة عبد العاطي بيتحدث على خلاص اللي مش قادرين يخبوه
اللي حاولوا يكذبوا غزه اللي اتحررت بفضل الملك عبد الله. فايمن الصفدي وزير خارجيه الاردن قال لك احنا عايزين السلطه الفلسطينيه تحكم غزه. سلطه مين يا روح امك؟ السلطه الفلسطينيه بتاعت ابو مازن؟ قال لك مش عايزين الميليشيات دول. believe that the PA should assume responsibility of Gaza and as a government of Palestine should have the exclusive decision on war and peace, so there should be no armed militias in Gaza. And I think all of us could work together then on what sort of measures are needed. We have to look at security. How do we make sure that there is enough security guarantees for the Palestinians in Gaza and for Israel as well? الميليشيات حكومة غزة دي ناجحة في الانتخابات. الميليشيات اللي بيتكلم عليها دي أنظف وأشرف منه ومن أمه ومن اللي معينه ومن جيرانهم. أيمن الصفدي بيقول لك احنا قلقانين يحصل في حاجة في الضفة تأثر علينا وعلى النظام الأردني الهش، وقعد يبدي قلقه للعالم. بص تشعر وزير خارجيه الاردن زي وزير خارجيه المصري كده، بادي لانجوج، انكماش، ذل، ظهر مقتب، مشهد مهين. لكن دايما وزير الخارجيه بيعبر عن النظام اللي بيمثله. As you know, we have a tremendous interest in the West Bank. It is on our border. If it could destabilize the whole region. And again, we've been working very, very hard, including directly with the Israelis, with our American friends, with our European friends, with the Palestinians to make sure that the West Bank does not explode. Because if it does explode, then I think we'll be talking about even broader. There is a moment of opportunity in the region right now with all that's happening in Lebanon, Syria, the ceasefire, and I think we should not leave the fate of the future of the region to some radicals, some short-termists, some ideologically driven individuals and parties who just do not see beyond the moment. I think maintaining the security of the West Bank, making sure that the West Bank does not explode, is something of top priority, and it is dangerous what's happening there. And أيمن الصفدي بالكربون نفس اللي قاله الناطع وزير خارجية السيسي. لا ده وزير خارجية أردن ولا ده وزير خارجية مصر. وزير الخارجية بتاع السيسي بدور حماس لن تلعب دورا في غزة، اللي بياخدوا أكان فيدان تحت باطه كده. حماس لن تلعب دورا في غزة بعد الحرب، وسيكون للوسطاء الخونة، يعني قصده هم بيسموها بالوسطاء، غرفة عمليات للإشراف على تنفيذ الهدنة. ده بدر عبد العاطي. عرفت ليه الملتم لا جاب سيرة مصر ولا السعودية ولا الأردن ولا الأنظمة الضالة دي. كلهم بيأكدوا النهاردة اللي قالوه لبلينكن يوم 7 أكتوبر، خلي نتنياهو يخلص على غزة، احنا بندعمه. ده قاله ملك الأردن وقال له أصل أنا خايف أقوله علنا، وده اللي قالته السعودية والبحرين وأمنت عليه مصر. بلينكن لم يقبل بلينكن ليلته في تل أبيب، واستقل طائرته من الأردن، وفي صباح اليوم الثاني التقى بالملك عبد الله الثاني والذي قال لبلينكن حذرنا إسرائيل من المتطرفين الخونة بتوع غزة، وهي صناعة الإخوان المسلمين، ويجب على إسرائيل أن تهزم حماس. لكني لا أستطيع أقول ذلك علنا، عندي بعض المحاذير، إنجليزية وما بعرفش أتكلم عربي، وبحكم دولة نص اللي فيها فلسطينيين، فأنا ما أقدرش أقول نفس الكلام كده علنا. أنا أطلع أكذب وأمثل وأطلع أنا وألبس بتاعة الحرب وألعب ببجي، وإنما ما أقدرش أعمل كده. توقفت بلينكن في دولة الريتويت، وهناك سمع أيضا نفس الكلام الذي سمع في الأردن، ثم توجه وفريقه لقضاء ليلتهم في الإمارات، والتقى وزير الخارجية السعودي. كان على إسرائيل ألا تأمن للمقاومة، وقد حذرنا نتنياهو من ذلك مرارا. بص كلهم راضعين على بعض. فحماس هي جماعة الإخوان المسلمين. الجماعات الإرهابية لا تحاول القضاء على إسرائيل، بل تريد الإطاحة بزعماء مهمين عرب زي وزي أخوي عبد الله، وزي اللي أنا ما بحبوش السيسي، ده ابن سلمان يعني. مصر
مصر اللي سلمت الخرايط، انا بقول لك كله راضي على بعض عشان الحقيقه. وقبل عودته عرج بلينكن على القاهره للقاء المتعاص، ثم بعد لقائه بالمتعاص التقى بوزير الخارجيه ورئيس المخابرات الذي قدم لبلينكن وفريقه معلومات وخرائط جمعتها المخابرات المصريه عن انفاق غزه، وقال ان المقاومه متجذره بعمق ومن الصعب هزيمته. كل واحد قدم اللي عليه عشان يرتاحوا من صداع غزه. يجب ان ننزع سلاحهم، نخليهم كيوت كده زينا في مصر وزيكم في الاردن وزي السعوديه، الشعوب الكيوت الجميله دي حقيقه، واللي يديها على قفاها تديله ظهره، ولو ركب ظهرها تعمل عجين الفلاحه وتقول ماء. يعني لازم يبقوا كده. دول الناس المناسبين للعيش في تلك المنطقه البائسه. مش هقول لك بقى الامارات اللي قالت لهم هنمنح اسرائيل المساحه والوقت ان هم يخلصوا عليه. كل الكلام بيتقال علنا اهو، لا مذكرات دي من محاضر الاجتماعات اللي خرجت، فاكرين الحكايه دي. وقال لبلينكن ده شيطان العرب، يجب القضاء على المقاومه، لقد حذرنا اسرائيل مرارا منها، فهي جماعه الاخوان المسلمين، يمكننا ان نمنح اسرائيل المساحه والوقت للقضاء على حماس. مش بس المساحه والوقت، خلينا نكون صريحين. الامارات لم تمنح فقط المساحه والوقت، منحت الاموال والخدمات اللوجستيه، منحت اسرائيل رحلات طيران زادت عن 152 رحله في الاسبوع، في حين كان العالم بيتجنبها كالجرب. منحت جنود الاسرائيليين اماكن كبيره جدا للمتعه الى اقصى حد. تعرف دبي المتعه لاقصى حد، اي حاجه انت بتحلم بيها من المتع الحلال هتلاقيها في دبي، يعني فاهم، وحمايه كامله. يعني بص، الامارات قدمت كل حاجه. النهارده العصابات دي بتؤكد تلك الخيانه للمره الالف. ليه الخيانه دي؟ ربك بيقيم علينا الحجه جميعا عشان تبقى عارف انت عايش فين ومرتضي ايه، واي سلبه مربوطه حوالين رقبتك. عايزينها تبات. دعموا الاباده من اجل القضاء على حكومه غزه اللي شايفينها خطر عليهم، وهي خطر عليهم. عايز الصراحه، ما هكدب اقول لك لا، طبعا هي خطر عليهم. ليه؟ لانهم صناعه اسرائيل، لانهم زي اسرائيل. هي مش غزه دي خطر على اسرائيل بالتاكيد. فلازم تكون خطر على مندوبي اسرائيل في المنطقه. النهارده اسرائيل עامله غرفه عمليات مع الامارات العبريه عشان ישופו בדיל בסורעה לחכומת غزة. מאמר של היועץ לביטחון לאומי צחי הנגבי, משלב מאוד מוקדם של המלחמה, שדיבר על רשות פלסטינית מחודשת. מאז, בניגוד למה שטוענים שלא עסקו בכלל בדבר הזה, היו הרבה מאוד דיבורים במל"ל, הרבה מאוד דיבורים עם האמירויות ועם מוחמד בן זייד. אני לא יודע בדיוק איך זה ייראה ואם כך זה ייראה, אבל הועלו כל מיני שמות של מוחמד דחלן ושל נאסר אל-קידווה, שהם יריבים קשים של אבו מאזן. וזה הניצחון המוחלט. ובכל מקרה, תראה, זה הניצחון המוחלט. מוחמד דחלן יהיה בעזה. מדובר גם על שלטון צבאי לפרק זמן מוגבל, אבל אף... دحلان ده ولد هايل من غفير. دحلان ولد هايل. اسرائيل عامله غرفه عمليات مع الامارات عشان تشوف البديل اللي يحكم غزه، وعامله اسرائيل غرفه عمليات في مصر عشان تساعدهم في تفتيش اهل غزه ويدوروا لهم على اماكن ينقلوا فيها اصحاب احكام المؤبد اللي هيبعدوهم عن غزه لانهم مش عايزينهم يروحوا قطر. مصر بتقوم بمجهود عظيم يا جماعه، عظيم. يجب كلنا ان احنا نتكلم عن مجهود مصر. ما ينفعش ان العالم يصمت على المجهود الكبير اللي بتقوم مصر العصابه بتاعت المتعاص ما بتنامش. قالت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر وإسرائيل الإخوات الجمال هناء وشيرين بحثتا مشاركة شركة مصرية أمريكية في إنشاء آلية تفتيش أمني للأفراد والمركبات التي تمر عبر ممر نتساريم. مصر هتموت إن حكومة غزة اختارت أفراد قطريين من ناحيتها، فمصر عايزاهم معاها أمريكان عشان تبقى مزرميط الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه. وأشارت الهيئة نقلا عن مصادر أن الشركة ستتولى إدارة عمليات التفتيش
للمركبات المتنقلة من جنوب القطاع إلى شماله. جاء ذلك خلال محادثات رئيس الموساد ديفيد برنياح ورئيس جهاز الأمن العام الشباك مع رئيس جهاز المخابرات العامة الجديد اللي جاء خلفا لعباس كامل حسن رشاد يوم الاثنين. ويوجد معتقلون محكوم عليهم بالسجن المؤبد سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة، وآخرون سيتم ترحيلهم للخارج، ولم يكشف بعد عن الدول التي ستستقبلهم. لذلك يتم بحث الآلية بين المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين المصريين الخونة.